أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. مساكم الله بالخير أحبتي. لازلنا في التواصل معكم ببيان المسائل الفقهية المهمة. مسألة شرعية. السائل يسأل: ما حكم الاستماع إلى الموسيقى الكلاسيكية؟ نقول في مقام الجواب على هذه المسألة اختلفت آراء الفقهاء، أو اختلف الفقهاء بآرائهم. أولا نبدي رأي السيد الخوئي. السيد الخوئي قدس الله سره قال: لا إشكال فيها مطلقا، يعني ما قيدها بقيد. هذا واحد. وأما السيد الروحاني علقها على الانحصار. ما معنى الانحصار؟ إذا كان الأمر منحصرا بالعلاج فيها أو بها فلا إشكال في ذلك. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث للسيد صادق الشيرازي أمد الله في عمره، قال: الأصل في الآلات اللهوية حرام، لا يجوز استماعها. هسه أكو فرد مورد خرجه إلا ما خرج بدليل ما يحضر يعني. زين. وصل اللهم على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين.